انت بتشتغل وبتتعلم وبتحاول تطور من حياتك، ودايما بتحس ان مفيش اي نتائج خالص. وليه ناس اقل منك تعبا بيوصلوا قبلك؟ النهارده هنتكلم عن حقيقة مفيش حد قالها لك قبل كده، وحاول تحطها قاعدة في دماغك. في الوقت اللي انت شايف نفسك فيه مفيش نتائج، انت في الوقت ده انت بتزرع مش بتحصد. يلا بينا في الفيديو ده نشوف هنتكلم عن ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف مسعود من قناة قوة التغيير. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وان اكتر الاشخاص ما يبقاش عندهم صبر عن الحاجة. ان اي شخص بيبقى عاوز يبقى فيه نتيجة بسرعة. انا عن نفسي بتعلم كورس ولا حاجة، عاوز اشوف النتيجة من اول يوم، عاوز اشوف النتيجة من تاني يوم، ولكن لازم تستنى عن النتائج. النتائج هتظهر بعدين، هتظهر معاك بعدين. كل حاجة بيبقى ليها وقتها، ما تبقاش مستعجل عن الحاجة اللي انت بتعملها. والكلام ده انا بحاول اكلم نفسي واكلمك انت اخر، احاول اذكر نفسي واذكرك. لازم ناخدوا بالنا من الحتة دي، يبقى عندنا صبر في الحاجة اللي احنا بنعملوها. يلا بينا نشوف المشكلة اللي بتبقى عند اكتر من 90% من الناس. يلا بينا. وهي ان اغلب الناس مستنيه نتيجه بسرعه. اتعلم شيء او اتعلم شهرين في شيء معين، عاوز يشتغل من بعد الشهرين دول، وعمل كام فيديو ونزلهم على التيك توك او على اليوتيوب او اي حاجه، عاوز يتشهر. ولكن الحاجه دي بتيجي واحده واحده، مش لازم النتيجه تيجي بسرعه. لو النتيجه جت بسرعه يبقى دي حصلت حاجه كده، يعني ربنا اراد انها تظهر بسرعه. ولكن لو ما ظهرش نتيجه بسرعه، اعرف ان النتيجه دي بتاعت ربنا. انت بتسعى وتعمل اللي عليك ويبقى عندك صبر. لازم يكون عندك صبر في الحاجة اللي انت بتعملها. لو تعب في اي مشروع معين او اي حاجة معينة، بينتظر الفلوس او المال اللي بيجي من ورا المشروع ده. ولكن انت عشان تعمل مشروع لازم تتعب فيه سنين واشهر عشان بعد كده يجي لك نتائج. ما تستناش النتائج من اول مرة على طول. انا لغاية دلوقتي بقالي 6 شهور بعمل فيديوهات على اليوتيوب، ولسه يعني ما كملتش متابعين على الابيض، لسه زي ما انا. ولكن ده انا ان شاء الله واثق من نفسي ان هذه فتره هلاقي عندي بال500,000 والمليون كمان. والوقت ده انا هبقى واثق فيه، وان شاء الله هفكركم بحته زي دي في فيديو اما اوصل ان شاء الله. ولما الحياه دي ما تحصلش، بيجي عند الشخص ده حاله احباط. وحاله الاحباط دي لو حصلت لك، اعرف ان حياتك كلها هتبقى عايشه في نكد وجرف. ولكن انت لو حصل لك الحالات دي، لازم تصبر وتحلى بالصبر في الحاجه دي. لازم يبقى عندك صبر، لازم تمشي في الحاجه دي خطوه بخطوه لغايه ما توصل. مش اول ما تيجي تسيب الحاجه اللي انت بتعملها. يعني انت عامل مشروع في حاجه معينه، من اول شهرين 3 ما كسبتش فيه تروح سايبه، لا. انا عايزك يبقى عندك كاريزما كده وصبر في الحاجه اللي انت بتعملها. انا دلوقتي زي ما بقول لك كده بقالي 6 شهور والحمد لله لسه صابر وبعمل محتوى. وزي ما انت ما شايف الفيديو اللي انا بكلمك عنه ده، لازم يبقى عندك صبر وتمشي في الحاجه اللي انت بتعملها دي خطوه بخطوه. اهم حاجه تمشي خطوه بخطوه، مش لازم تخش بهمجيه في الحاجه وتخش تفضل تعمل فيديوهات على الفاضي. لا، انت تعمل فيديوهات تكون لها قيمه وتقدم قيمه للمشاهد. لازم تمشي واحده واحده في الحاجه اللي انت حابب تعملها، ولازم تمشي في حياتك واحده واحده وبالصبر. ولما الشخص ده يجيله احباط، يبدا بالشك في نفسه، يفضل يقول انا قدراتي ما تستاهلش الحياه دي. ولكن انت قدراتك تفوق عن كل حاجه، بس انت لازم يكون عندك صبر، لازم تتحلى بالصبر. يعني الشخص ده بتلاقيه يفضل يشك في نفسه، لا انا ما بعرفش اعمل حاجه دي، لا انا ما بعرفش اعمل كذا، لا. لكن لو انت ركزت على نفسك في الحاجه دي وفضلت ماشي فيها واحده واحده، ان شاء الله توصل فيها بعد فتره. مش لازم تعمل نتائج عظيمه، مش لازم توصل لاعلى ليفل في الحاجه دي من اول فتره معينه. ولكن انت ان شاء الله لو فضلت صبر على الحاجه، في نقطه كده انت هتيجي عندها بوم هتطلع لفوق. فانت لازم يبقى عندك صبر وتحلي بالصبر، لازم تركز على النقطه دي. لازم تعرف نقطة مهمة، أي مرحلة بيبقى لها مرحلة اسمها مرحلة الصمت. لازم تبقى عايش في حياة صامتة. لازم في المرحلة دي يكون عندك صبر وتكون مركز على الحاجة اللي انت بتعملها، ومش لازم تكلم الناس عنها. في المرحلة دي لازم ما يكونش حد شايفك ولا حد مصدقك ولا حد مهتم بالحاجة اللي انت بتعملها. بس المرحلة دي اللي بتبني فيك شخصية انت ما كنتش متوقعها ولا اي حد يتوقعها. يعني انا في ناس بتستعجب اللي انا بعمل فيديوهات اصلا، ولكن انت لازم تتقل كده وتقعد في مكان هادئ. في مثل مصريين بيقولوه، داري على شمعتك تجيد. حاول تداري على شمعتك وافضل داري عليها لغاية اما تلاقي نفسك خلاص بقيت عندك الحاجة دي انت نجحت فيها. بعد كده اعرضها على الناس، بعد كده شيرها عشان تعمل منها شغل
وتشوف شغل عليها. لازم تدار على الحاجة اللي انت بتعملها، ولازم تفهم نقطة معينة. لو استعجلت وسبت الزرع ده هيموت. لازم تركز في الحتة دي، ما تستعجلش، لازم يكون عندك الصبر، وما تسيبش الحاجة اللي انت عاوز تحققها، ما تسيبهاش مهما حصل. لو جه عندك حاجة احباط، حاول تاخد نفس عميق كده وتهدى، وتركز بعد كده في الحاجة اللي انت ناوي تعملها، وتركز في هدفك فيها. ما تحاولش تستعجل نفسك، حاول تاخد بريك كده وتهدي نفسك. في المرحلة دي في 3 حاجات لازم تفهمهم كويس. حاول تقيس تقدمك بنفسك، ما تقيس تقدمك بالناس. حاول كل يوم تشوف نفسك انت بتعمل ايه. هل انت اتقدمت خطوة عن اليوم اللي فات؟ حاول تشوف نفسك انت اتقدمت خطوة عن الشهر اللي فات. طب انا طورت ايه في حياتي؟ انا نظمت حياتي ولا نظمت ايه في حياتي؟ طب انا كنت باخد كورس، هل انا قدمت فيه؟ شوف حياتك كده كل يوم، لكن ما تقيسش مستواك بمستوى حد تاني. يعني ما تقولش انا في الكورس ده انا مستوى عامل ايه، وفي واحد تاني تشوفه تقول انا مستوى فرح عامل ايه. انت كده هتحبط ومش هتعرف تكمل الحاجة اللي انت حابب تعملها. تاني حاجة معانا، اثبت على حاجة واحدة، ما تحاولش تنجل ما بين حاجة وحاجة. خليك ثابت على مهارة واحدة، على طريق واحد، وان شاء الله طول ما انت عندك صبر هتوصل في الحاجة دي. لازم تشوف نفسك وتطور نفسك في الحاجة دي، وتفضل ثابت في الطريق اللي انت ماشي فيه. تالت حاجة، ادي لنفسك وقت حقيقي في الحاجة اللي انت بتتعلمها، مش اسبوع ولا شهر، ولكن ادي نفسك سنة بحالها شغل على نفسك في الحاجة اللي انت حابب تتعلمها، وتشوف نفسك فيها بعد السنة دي. ولكن انت بدال خدت قرار انك تبدأ فيها وتفضل سنة بحالها، ان شاء الله هتوصل على مستوى كويس في الحاجة اللي انت بتتعلمها دي، وبعد كده هتلاقوا منها شغل. وافهم الجملة دي دايما، ما تحاولش تقارن زرعك بحصاد غيرك. يعني ما تزرع حاجة ما تفضلش تبص تقارنها بالحصاد اللي غيرك طلع له، لان ده رزقه وده المكتوب ليه. ولو فضلت ثابت ومكمل يبقى انت الكسبان، مفيش حد هيكسب الا غير انت، لان انت دايما ثابت على الحاجة اللي انت عاوز تعملها وماشي في الطريق اللي انت عاوز تحققه. حتى لو لسه مش شايف اي نتيجة، مش لازم تشوف نتيجة في اول الطريق. وافتكر دايما اللي بيزرع لازم يحصد، هيجي في وقت من الاوقات هيحصد اللي هو عمله. ولكن انت عشان تحصد حاجة كويسة لازم تزرع حاجة كويسة وتهتم بيها، مش تحط الحاجة اللي انت تزرعها في الارض وتسيبها زي ما هي كده. ولكن عشان تلاقي حصاد كويس لازم تتعب وتشوف الارض عاوزة ايه وتخدمها، عشان بعد كده تلاقي النتائج حلوة. لو حاسس ان الفيديو ده فادك، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وانزل في التعليقات اكتب انت حابب تتعلم ايه الايام الجاية وتستمر فيها، وما تنساش تعمل لايك. سلام.